بسم الله الرحمن الرحيم. الحصة اللي فاتت اتكلمنا عن حل مسائل القسمة باستخدام مساحة المستطيل. النهاردة هنحل القسمة باستخدام الخوارزمية أو الخوارزمية المعيارية. زي ما قلت لكم نفس الكلام احنا واخدينه السنة اللي فاتت، بس كنا بنقسم على عدد مكون من رقم، واللي يقسم على عدد مكون من رقم يقسم أي مسألة. 864 على 24، سيبوكم منها. هنقسم مثلا مسألة زي دي: 2715 على الخمسة. مش هعمل مساحة مستطيل، لا هعمل درجة السلم. ده المقسوم عليه هنا خارج القسمة. هنكتب المقسوم تحت السلم. 2715 المقسوم عليه هنا. ركزوا معايا لأن اللي هيحل المسألة دي هيحل أي مسألة تانية. الخطوات اللي كنا بنمشي عليها: اقسم، اضرب، اطرح، نزل اللي عليه الدور. كنت بقسم طبعا من الشمال، جمع طرح ضرب من اليمين، إنما القسمة من اليسار. هبدأ بالاتنين. أشوف الأول قابلية القسمة. لازم يكون المقسوم أكبر من أو يساوي المقسوم عليه. اتنين تقبل الاسم على الخمسة؟ ما تقبلش لأن الاتنين صغيرة. حط صفر وخد اللي بعدها، بقت 27. تقبل الاسم على الخمسة؟ أيوة، لأن ال27 أكبر من الخمسة. تمام. يبقى أول حاجة المقسوم لازم يكون أكبر من المقسوم عليه. همشي رقم رقم من اليسار. الاتنين أصغر من خمسة ما تنفعش. طالما ما تنفعش حط صفر وخد اللي بعده. بقت 27 أكبر من الخمسة، يبقى ينفع أقسم. بعد كده اعمل جدول الضرب للمقسوم عليه. احنا عايزين نقسم 27 على الخمسة، فهتعمل لي جدول الخمسة لحد ما توصل لل27. خمسة في واحد بخمسة، خمسة في اتنين بعشرة، خمسة في تلاتة ب15، خمسة في أربعة ب20. وصلنا لل27 لسه. خمسة في خمسة ب25، خمسة في ستة ب30. هقف ليه؟ لأن أنا بدور على ال27 وهي ظهرت. فين؟ هي مش مكتوبة، بس أنا عارف إن ال27 هنا أهو، ما بين ال25 وال30. تاني، بقسم من الشمال، لازم يكون المقسوم أكبر من أو يساوي المقسوم عليه. 2 على الخمسة ما تنفعش لأنها صغيرة. 27 على الخمسة تمام كده. هكمل اسمة، أروح لجدول الضرب بتاع المقسوم عليه. لقيت ال27 في النص. اشتغل على الجدول اللي قبلها مش اللي بعدها. الجدول اللي قبل ال27 اللي هو 5 في 5 ب25، اللي على اليمين اللي هو الخمسة اكتبها فوق، واللي على الشمال اللي هو ال25 اكتبها تحت. ادي الخمسة فوق وال25 تحت ال27. النظام مهم جدا. كده خلصت من جدول الضرب. بعد كده هطرح. طبعا الطرح بقى من ناحية اليمين. 7 ناقص 5 2، 2 ناقص 2 صفر. طرحت. ايوه، نزل اللي عليه الدور. انا كنت شغال على ال27. ايه اللي عليه الدور ينزل؟ الواحد اهو، ينزل جنب الباقي ما ينزلش تحت. اللي فهم الجزئية دي وثبت الخطوات في مخه كده بالنسبة له القسمة خلصت. ليه؟ لأنه بعد ما نزل الواحد جنب الاتنين هيرجع يعيد الخطوات من الأول. يبقى لازم المقسوم أكبر من المقسوم عليه. الاتنين ما نفعتش، حطينا صفر وأخدت السبعة. 27 قبلت على الاسم على الخمسة عشان هي كبيرة، وما اقصدش قبلت الاسم يعني الباقي صفر، لا، يعني ممكن احل المسألة. فانا عايز اعرف ال27 هاخد منها 25 اقسمهم ويتبقى 2. نفس اللي كنا بنعمله في مساحة المستطيل، نفس الفكرة تقريبا. فعملت جدول الخمسة لحد ما لقيت ال27 في النص. قلت هاخد اللي قبلها. ليه مش اللي بعدها؟ لو اخدت اللي بعدها هكتب الستة فوق وال30 تحت. طبعا ما ينفعش اقول 27 ناقص 30، ما ينفعش عدد صغير اطرح منه عدد كبير.
عشان كده باخد اللي قبله. بعد ما نزلت الواحد قلت هعيد من الأول. عندي كام؟ 21. تقبل الاسم على الخمسة؟ أيوه، ال 21 أكبر من الخمسة فهكمل اسمة. أروح لجدول الضرب. في 21، أيوه أهي. ال 21 ما بين ال 20 وال 25. يبقى هشتغل على الجدول اللي قبلها، اللي على اليمين فوق اللي هو الأربعة، واللي على الشمال الأربعة اللي هو ال 20 تحت. بشتغل على الجدول اللي قبله، اللي على اليمين فوق واللي على الشمال تحت. بعد كده اطرح. 21 ناقص 20 1. 1 ناقص 0 1، و2 ناقص 2 ايه؟ 0. طرحت. نزل اللي عليه الدور. الخمسة هي اللي عليها الدور تنزل جنب الواحد. وعيد من الأول. 15 ينفع أقسم على الخمسة؟ ينفع. روح لجدول الضرب. في 15 أهي. آخد اللي قبلها؟ لا. لو العدد في النص بين عددين خد اللي قبله، إنما لو ظاهر هتاخده اللي على اليمين فوق اللي هو التلاتة، وال15 تحت. طب نفترض ان هنا مثلا كام؟ 45 ما هيش موجوده، كنت كمل بقى جدول الضرب في 7 وفي 8 وهكذا. بعد ما جبت ال 15 اطرح. طرحت. نزل اللي عليه الدور. اخر حاجه كانت الخمسه ونزلتها، يبقى ما عادش في حاجه هتنزل. يبقى كده المساله بتاعتي خلصت. عاوز اتاكد؟ اضرب الناتج في المقسوم عليه يديك المقسوم. 3 في 5 ب 15، 5 ومعايا الواحد. 4 في 5 ب 20، 1 21، 1 ومعايا الاثنين. 5 في 5 ب 25، وكان معايا 2 27. يبقى انا كده تمام. وصلت؟ لازم يكون المقسوم اكبر من المقسوم عليه عشان اعرف احل، واروح ادور في جدول الضرب. لو في النص خد اللي قبله، اللي على اليمين فوق واللي على الشمال تحت واطرح، ونزل اللي عليه الدور وهكذا. طيب، هديكم مسألة. كله يجهز كشكول. نقول مثلا 732 على 3. خلي بالكم دلوقتي هديكم قسمة على عدد مكون من رقمين، بس هو نفس الكلام. هقسم واضرب واطرح. يلا يا حلوين ابدأوا حل. بما اننا كلنا طلعنا الإجابة بتاعتنا ما شاء الله صح، انا هحل المسألة بس حل سريع. هقسم طبعا من الشمال. 7 على 3 ما تنفعش. لا، 7 على 3 تنفع لأنها أكبر منه. فهروح لجدول الضرب. خلي بالكم احنا قلنا لو السبعة أصغر من التلاتة ما تنفعش أحط صفر وآخد اللي جنبها. الصفر ده على الشمال ممكن ما اكتبوش، إنما لو جوه لازم يتكتب. 7 على التلاتة تنفع لأنها أكبر منها. نروح لجدول الضرب. 3 في 1 بتلاتة، 3 في 2 بستة، 3 في 3 بتسعة. السبعة أهي. اللي على اليمين فوق واللي على الشمال تحت. الاتنين فوق والستة تحت وأطرح. 7 ناقص 6 1. بعد الطرح نزل اللي عليه الدور. بقت 13. نعيد من الاول نشوف قابليه القسمه. 13 تقبل على الثلاثه؟ ايوه لانها اكبر منها. نروح لجدول الثلاثه. في 13؟ لا، ده احنا وقفنا عند التسعه. خلاص كمل. 3 في 4 ب 12. 3 في 5 ب 15. ال 13 هنا. هشتغل على الجدول اللي قبلها، اللي على اليمين اللي هو الاربعه فوق وال 12 تحت. شايفين كل رقم تحت اخوه. 3 ناقص 2 1، 1 ناقص 1 0. على الشمال ملوش لازمه. طرحت نزل اللي عليه الدور اللي هو الاثنين. عيد من الاول. 12 تقبل على الثلاثه؟ تقبل لانها اكبر منها. روح لجدول الضرب. في 12، ايوه ظهرت. اشتغل عليها. اللي على اليمين فوق واللي على الشمال تحت واطرح. وخلصت المساله. عاوز اتاكد؟ اضرب 244 في 3. طبعا الثلاثه هتتوزع على كله. 3 في 4 ب 12، 2 ومعايا الواحد. 3 في 4 ب 12 و1 13، 3 ومعايا الواحد. 3 في 2 ب 6 و1 7. 732 نفس الاجابه. طيب، نفترض بقى او مش نفترض، ندخل بقى على المسائل اللي احنا هنقسم فيها على عدد مكون من رقمين. هي نفس الفكره. طيب، اديكم انا بقى مساله من عندي.
عاوزكم تجيبوا لي ناتج قسمة 625 على 25. هنقسم، نضرب، نطرح، ننزل اللي على الدور. لما اجي اضرب خلي بالكم، هضرب طبعا في واحد، في اتنين، في تلاتة. لو جيت اضرب في تلاتة اضرب ازاي؟ 5 في 3 ب 15، 5 ومعايا الواحد، 2 في 3 بستة وواحد 7. انا براجع على الضرب علشان وانت بتحل محدش يقول ده انا ما اخدتش جدول ال 25. انقلوا المسألة عندكم في الكراسة وابدأوا حل يا ولاد. طبعا اجابتكم كلها 10 على 10. تعالوا نتاكد بقى ونشوف احنا طلعناها 25 ازاي. نفس الكلام، هقسم من الشمال. اول حاجه قابليه القسم، لازم المقسوم يكون اكبر من المقسوم عليه عشان اقدر احل. 6 على 25 ما تنفعش لان الستة اصغر من ال 25. احط صفر واخد اللي بعدها. 62 على 25 تقبل لان ال 62 اكبر من ال 25. جميل، نروح لجدول الضرب بتاع المقسوم عليه. هعمل جدول ال 25 لحد ما اوصل للمقسوم بتاعي اللي هو 62. 25 في 1 ب 25. 25 في 2، 5 في 2 ب 10، صفر ومعايا الواحد. 2 في 2 ب 4 وكان معايا واحد 5. 25 في 3، 5 في 3 ب 15. 5 ومعايا الواحد. 2 في 3 ب 6 وكان معايا واحد 7. هنا هقف لان انا عاوز 62، وال 62 تقع ما بين ال 50 وال 25 وال 75. طبعا قلت هشتغل على الجدول اللي قبلها مش اللي بعدها. هحط على اللي على اليمين فوق واللي على الشمال تحت، الاثنين فوق وال50 تحت. ما ينفعش احط الثلاثه فوق وال75 تحت، لان ما ينفعش اقول 62 ناقص 75. فبشتغل على الجدول اللي قبلها مش الجدول اللي بعدها. نطرح. 2 ناقص 0 2، 6 ناقص 5 1. محدش يطرح من الشمال حتى لو هتطلع نفس الإجابة، لأن لو عندي استلاف هتبقى الإجابة غلط. طرحت، نزل اللي عليه الدور اللي هو الخمسة. بعد ما تنزل اللي عليه الدور راجع الحل أو عيد من الأول. 125 تقبل على 25؟ أيوه لأنها أكبر منها. نروح لجدول الضرب. لسه ما وصلناش لل 125، يبقى هنكمل الجدول. 25 في 4، 5 في 4 ب 20، صفر ومعايا الاثنين. 2 في 4 ب 8 وكان معايا 2 10. 25 في 5، 5 في 5 ب 25، 5 ومعايا الاثنين. 2 في 5 ب 10 وكان معايا 2 12. ايوه ال 125 ظهرت. يبقى هشتغل عليها، اللي على اليمين فوق واللي على الشمال تحت، واطرح. 5 ناقص 5 صفر، صفر صفر. في حاجة تنزل؟ لا، خلصت المسألة بتاعتي. عاوز اتأكد من الحل، اضرب الناتج في المقسوم عليه. طب نفترض ان انا كان عندي باقي هنا 3. اتأكد ازاي؟ اضرب الناتج في المقسوم عليه برضه، واللي يطلع اجمع عليه الباقي. طيب نيجي بقى يا حلوين. أه تحقق من فهمك. نمرة ألف، 1536 على 24. 1536 على 24. ابدأوا حل يا ولاد. نفس الكلام، احل من الشمال. 1 على 24 ما ينفعش، احط صفر واخد اللي بعده. 15 على 24 برضو ما تنفعش، احط كمان صفر لان ال 15 اصغر من ال 24. زي ما قلت لكم الاصفار دي على الشمال ممكن ما نكتبهاش. ناخد الثلاثه بقت 153 على 24، طبعا اكبر منها تقبل. نروح نعمل جدول ال 24 لحد ما نوصل لل 153. 24 في 1 ب 24. في 2، 4 في 2 ب 8، و2 في 2 ب 4. في 3، 4 في 3 ب 12، 2 ومعايا الواحد. 2 في 3 ب 6 و1 7. نفترض ان انا مش حافظ جدول الضرب، اقدر برضو احل عن طريق المضاعفات. هقعد اجمع 24 زائد 24 48. 48 زائد 24 72. 72 زائد 24 يديني 96 من غير ضرب. هجمع 24. بس طبعا الجدول الضرب بيبين ان احنا ناس ايه شاطره. اهو 4 في 4 ب 16، 6 ومعايا الواحد. 2 في 4 ب 8 و1 9.
نضرب في 5. 4 في 5 ب20، صفر ومعايا الاتنين، 2 في 5 ب10 و2 12، 120. قربت من 153، اضرب في 6. الأربعة في 6 ب24، 4 ومعايا الاتنين، 2 في 6 ب12 و2 14، 144. نضرب في 7. 4 في 7 ب28، 8 ومعايا الاتنين، 2 في 7 ب14 وكان معايا 2، يبقى 16. ال 153 ما بين ال 144 وال 168. هشتغل على الجدول اللي قبلها، الستة فوق وال 144 تحت، واطرح 3 ناقص 4. اوعى تقول لي واحد، ما ينفعش، هستلف. تبقى 13 ناقص 4 9، وده 4 ناقص 4 0، 1 ناقص 1 0. نزل اللي عليه الدور بعد الطرح اللي هو الست، بقت 86 96. نعيد من الأول، 96 تقبل الاسم على ال 24؟ أيوه لأنها أكبر. نروح لجدول الضرب، آدي ال 96 اللي على اليمين فوق واللي على الشمال تحت، واطرح. في حاجة تنزل؟ لا، خلصت المسألة. يبقى ناتج القسمة بتاعي أو خارج القسمة 64 على 64 ومفيش باقي. لو ضربت 64 في 24 هيديني 1536. اللي عنده أي سؤال يا ولاد يرفع إيده. خلي بالكم من شوية حاجات يا ولاد. ناتج الطرح لازم يكون أقل من المقسوم عليه. يعني لو أنا جيت أطرح ولقيت الإجابة 24 أو أكتر، اعرفوا إن أنتم مختارين عدد غلط. اعرفوا إن ممكن يكون في غلط في جدول الضرب. ناتج الطرح لازم يكون أقل من المقسوم عليه. طيب، كده احنا خلصنا الدرس بتاعنا. أظن مفيش أبسط ولا أسهل من كده. طيب بسرعة حلوا لي نمرة ج اللي هي 192 على 32. طبعا الكتاب بيبقى صعب ان انا احل فيه لان المسافات ضيقة، فالاحسن انقلها في الكشكول واحل. طب بصوا يا حلوين، الواجب بتاعنا صفحة 126. خلي بالكم، اي مسألة انا عاوز احلها هحلها في الكراسة وبعد كده اكتب الاجابة النهائية في الكتاب. خلاص، لازم الخطوات تتحل. والمسألة اللي يبقى شكلها اللي مش عارفين تحلوها صوروها وابعتوها لي على الواتس. سلام يا ولاد.